بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو آخر. اليوم غادي نكملوا شرح البرنامج، وغادي نشوفوا واحد جوج المسائل اللي هي مهمة جدا كيجيوني باستمرار في الرسائل. وكيفاش نتيليشارجي البرنامج وكيفاش نانستالي البرنامج، خصوصا ملي كتكون واحد النسخة جديدة، كنكون خدام بنسخة قديمة وبغيت ندير الميزاجور. كيفاش غادي ندير هاد المسألة هادي؟ اذا غادي نبداو اول شيء واللي هو كيفاش نشارجي البرنامج ولا نقوم بتحميل البرنامج، لان هذا السؤال يتكرر دائما. اذا انا الان في واحد فيديو من الفيديوهات الخاصه بالبرنامج على اليوتيوب، كنمشي لاسفل الفيديو مباشره، الوصف الفيديو. هنا غادي نلقى واحد رابط التحميل. بالنسبه للناس اللي ما كيبانش ليهم فراه ربما كيكون مثلا مخفي. شنو كندير؟ كنضغط على بليس ولا اظهار المزيد باللغه العربيه. الا كانت عندك اللغه العربيه غادي تلقى هنا اظهار المزيد. هذا في حاله ما كانش كيبان لك هذا الرابط التحميل، ما كانش كيبان لك هذا الجزء هذا، غادي تضغط على اظهار المزيد. هنا غادي يطلع لك رابط التحميل، غادي تكليكي عليه، غادي يصيفطك مباشره الموقع الالكتروني للبرنامج. الموقع الالكتروني كيعرف بالبرنامج وكيقدم بعض الخدمات الاخرى. اللي كيهمنا الان في هذه الحاله هو التحميل. غادي نمشيو لصفحه التحميل. صفحه التحميل كنلقاها في الاعلى هنا الرئيسيه وعندنا التحميل. منين نبغي نتيليشارجي البرنامج غادي نجي لهنا لهاد صفحه التحميل، غادي نلقى النسخه الاخيره، رقم النسخه الاخيره. اذا النسخه الاخيره رقم ديالها هو 1.2. امتى خرجت ب 11/5/2023. فمن هنا ممكن نستنتجوا ان هذا هذا الموقع هذا راه مهم للاخوان اللي كيخدموا بهذا البرنامج هذا، خصوصا فيما يتعلق بالميزاج. فدائما مره خصك تدخل لهاد الصفحه هذه باش تاكد باللي راه عندك النسخه الاخيره من البرنامج. راه كنخرج النسخ اللي هي دوريه دائما. الا توصلت بشي مشكل ولا بعض الاخوان ديكلارا بشي مشكل راه كنصلحو في البرنامج. اذا كنضغط على التحميل كيصيفطني مباشره لميديا فاير. الميديا فاير بحالت ما نعاود تيليشارجي بحال هاد الشكل. فراه كنكليكي مباشره كيبدا يتيليشارجا مباشره، اولا كنكليكي على داونلود هنايا ولا تحميل كيبدا تيليشارجا. من بعد كنفتح البرنامج ولا كنفتح الملف، كنلقى فيه واحد الدوسي هذا كندير ليه اكستراغ. غادي نديرو في البيرو مثلا. نمشي للبيرو الان، غادي نلقى الملف الخاص بالبرنامج، غادي نلقى فيه لي فونت اللي هما هذوك الخطوط هادو. اللي بغى يانستالي البرنامج اول مره فضروري يانستالي هاد الخطوط كلهم. مزيان. كيفاش كنانستالي الخطوط؟ فمباشره نضغط على نفتح الخط ونضغط على انستالي. الان من بعد كنفتح هاد التعليمات، كنلقى الجديد في النسخه رقم 1.2. الجديد فيها هو إصلاح مشكل عدم احتساب واجب الاستهلاك في حالة السيارة بالأسطول، إصلاح مشكل حذف المشترك، وتحسينات أخرى على النظام. متطلبات التشغيل كتبقى كما هي. جيد. الآن غادي نانستاليو البرنامج المناسب. عندنا 32 وعندنا 64. كيف كنعرف هذه المسألة هذه؟ واخا ذكرتها في الفيديو الأول. كنفتح نفتح اكسس او لا اكسل او لا اي برنامج من البرامج نتاع الاوفيس اللي انستاليت، وغادي نمشي لأوبسيون، عفوا ماشي أوبسيون، غادي نمشي للكونت، وغادي نمشي لأبروبو دو أكسيس، وغادي نلقى النسخة اللي مناسبة ليا. مثلا هنا النسخة هي 64 بت. إذا أنا غادي نانستالي البرنامج 64 بت. جيد. مزيان. هنا كيقول لي البرنامج باللي راه عندك نسخة قديمة اللي هي رقم 1.1 راه ديجا مانستالي عندك في هذا الحاسوب. فهنا كيقول لك راه خصك تمسح اولا ديزانستالي النسخه اللي هي مانستاليه عندك، النسخه اللي هي النسخه رقم 1.1 ديزانستاليها، عاد انستالي النسخه الجديده. الان اذا قبل ما نديزانستاليها خصني نفتح البرنامج وناخذ نسخه احتياطيه من البيانات. اذا يجب خصني نفتح البرنامج على هذا الشكل هذا، وغادي ندخل ليه باسم الرئيس. غادي نمشي للاعدادات، غادي نمشي للنسخ الاحتياطي، غادي نضغط على انشاء نسخه احتياطيه. غادي نختار مكان فين نحفظها، نختار مثلا المكتب ونضغط على وي.
تم انشاء النسخه الاحتياطيه بنجاح. الان عاد ممكن نديزانستالي البرنامج. دابا لي دوني ديالي ها هما كاينين هنا في هاد الداتابيز هادي. الان ممكن نديزانستالي هاد النسخه القديمه ونعاود تاني نانستالي جديده. اذا غادي نديزانستاليها، غادي نمشي للبارامتر، نمشي لابليكاسيون، نبحث على اغاد 64 واحد اولا اغاد ونضغط على ديزانستالي وي. نضغط على يس، نضغط على يس. مزيان، الان البرنامج ديزانستالا. الان غادي نعاود يعني نانستالي النسخه الجديده. غادي نمشي للملف النسخه رقم 1 2، نضغط على البرنامج ديالي. مزيان، الان غادي نضغط على نيكست. جيد، الان البرنامج تانستالا ولا النسخه الجديده تانستالات. غادي نحاول انني نفتحها. مزيان، ها هي تفتحات. وباش نتاكد قبل ما ندخل يعني نضغط على هذا الزر هذا، فغادي يطلع لي الاصدار تاع البرنامج اللي هو رقم 1 2، وهذا الاصدار الجديد. مزيان، الان غادي ندخل باسم الرئيس 1 2 3 4 5. كيف ما كتلاحظوا فالنسخه فارغه، ما كاينش مشترك، ما كاين حتى حاجه، جميع البيانات فارغه. غادي نضغط على الاعدادات، نمشي للنسخ الاحتياطي، ندير استعاده النسخه الاحتياطيه اللي احتفظت بها سابقا قبل ما نديزانستالي البرنامج، اللي هي هذه. اوكي، جيد، تمت استعاده النسخ او تمت استعاده البيانات بنجاح. المرجو اعاده تشغيل البرنامج. اذا نعاود نخرج من البرنامج ونعاود مره اخرى نشغلو. جيد، الان البرنامج رجعت لي النسخه القديمه، فكتلاحظوا الان البيانات اللي كانت عندي كلها رجعات، يعني البيانات كلها عندي. اذا بهذه الطريقه كنكونوا شرحنا كيفيه التحميل تاع البرنامج وكيفاش كنديروا الميزاجور للبرنامج. الميزاجور قبل ما ديرها كتاخذ نسخه احتياطيه للبيانات اللي عندك في يعني في البرنامج القديم، وكديزانستالي البرنامج القديم وكتعاود انستالي النسخه الجديده، وكدير استرجاع البيانات يعني اللي احتفظتي بها.